هل انت دلوقتي لما تبقي رايحة لحد يعملك فستان هتروحي تقوليله انه انت هتعمل الفستان ده الفلانة فعشان كده مش هتاخد فلوس؟ انا اجرتي 1,000,000 جنيه، هتديني اجرتي هاجي امثلك، مش هتديني اجرتي معكش اجرتي مش هاجي امثل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا او كانت الجزء الاول من جزئين بنتكلم فيهم عن الفلوس وعلاقة المبدع بالفلوس وتفاصيل كتيرة. لو حضراتكم لسه ما سمعتوش الحلقة اللي فاتت فتقدروا ترجعوا تسمعوها وتكملوا معانا، او عادي ممكن تسمعوها بعد ما تخلصوا الحلقة دي، مفيش اي مشكلة. النهاردة هو الجزء الثاني من الحلقتين دول، وحابب اني ابدأ فيه بقصة كنت حابب ان انا اذكرها من المرة اللي فاتت، ولكن حسيت ان هي ممكن بالتدرج اللي احنا كنا ماشيينه كانت ممكن تبقى يعني ملهاش مكان قوي وقتها، فحابب ان انا ابدأ بيها كلام النهاردة. وهي قصة من لحد من النماذج اللي انا لا ادعي علما والماما يعني برحلتها وبحياتها، ولكن انا حريص ان انا اعرف عنها طول الوقت واعيد النظر في سواء يعني في شغلها قدر الامكان. مقصر وانا عارف، ولكن بحاول ان انا اعمل ده. وعلى الجهة الاخرى الحياة الشخصية بتاعتها وادارتها لنفسها وادارتها لموهبتها، وهي شخصية الاستاذ نجيب محفوظ رحمة الله عليه. كان من ضمن القصص اللي ذكرت اكتر من مرة، ويمكن الرواية اللي انا احكيها هي على لسان الاستاذ فريد شوقي، وهو كان بينتج احدى الافلام او احد الافلام بالتعاون او بالشغل مع الاستاذ صلاح ابو سيف رحمة الله عليه، برضو رحمة الله عليهم جميعا. لسبب ما كان النص اللي جاي للفيلم ده الاستاذ فريد واستاذ صلاح حاسين انه في حاجة غلط، في ضعف معين في الحبكة، في ثغرات، في تفاصيل في الشخصيات محتاجة تاخد طبقات اكتر، تتظبط اكتر. ففكروا انه والله ليه لا انه استاذ نجيب محفوظ هو اللي يجي يعمل الموضوع ده. فبالفعل قالوا للاستاذ نجيب، وهو حتى وقتها ما كانش عارف طب ده يتكلف كام، طب انا اصلا مش بعرف اكتب سيناريو. وساعتها الاستاذ صلاح ابو سيف قال له انه والله الموضوع مش محتاج ان انت تبقى لازم بتعرف تعمله من الاول، هو انت في النهاية بتكتب نفس طريقتك دي ولكن باسلوب معين او للصورة اكتر، مش بتكتب مشاعر داخلية. يعني بتحاول دايما ان انت تترجم ده لحاجة مرئية. اداله سامبلز او اداله يعني سيناريوهات لاعمال سابقة، وراجل قاعد يبص عليها، وكانوا متفقين ساعتها على مبلغ 100 جنيه. وقتها كان الاستاذ نجيب محفوظ بالنسبه له شايف انه لسه بيتعثر، يعمل حاجه كويسه ما يعملش حاجه مظبوطه، وهم كانوا صابرين عليه وكانوا محترمين اجتهاده في الجزء ده، وهم في النهايه عاوزين خبرته في جزء تاني يعني. فبمجرد ما انتهى العمل على النص واخد الدفعه الاخيره يعني كانت 25 جنيه على ما اتذكر، فاستاذ نجيب رجع الفلوس كلها لفريد شوقي. فقال له ليه يا استاذ نجيب هي فيها مشكلة، احنا كنا متفقين على المبلغ الفلاني. فقال له انه لا، ده انا اللي المفترض اديكم فلوس، انتوا علمتوني حاجة. وحتى هو الاستاذ نجيب اكد عليها بعد كده انه انا اغلب الفلوس اللي عملتها من السينما مش من الادب، لانه مع الاسف الشديد الادب عامه في الوطن العربي حاله يعني في قله ادب كتيره، ومن وقتها مش من دلوقتي بس. يعني الناس اللي بتقول انه زمان كانت الناس بتقرا وبتاع، زمان كانت الناس بتقرا اكتر عشان محدوديه الوسائط
او الميديا اللي موجودة كانت محدودة، وبالتالي بما ان انت كده كده عاوز تتسلى تستهلك حاجة، فبدل ما تقعد تحكي او تتسامر مع حد ممكن تقرأ كتاب. وكانت النسبة بتاعة الاجر كده كده قليلة، يعني لا تتعدى من 10-15 لماكسيمم 20% في افضل الحالات والسيناريوهات يعني. فدي كانت وجهة نظر الاستاذ نجيب محفوظ، وهي ردا على فكرة انا امتى اتشبث اني لازم اخد المبلغ الفلاني على الشغل ده. مش عارف ليه تحضرني هنا قصة كده كان حكاها اكتر من مرة الاستاذ محمود حميدة. كانت المذيعة بتسأله، مش فاكر تقريبا كانت سمر يسري ولا مين، كانت بتسأله على انه انت ما رفضت دور في فيلم عمارة يعقوبيان، بتقوله انت مش ندمان انه انت حاجة قيمة زي دي مرضتش ان انت تعملها، كانت هتضاف لسجل اعمالك. لها هل انت دلوقتي لما تبقي رايح لحد يعمل لك فستان هتروحي تقولي له انه انت هتعمل الفستان ده الفلانة فعشان كده مش هتاخد فلوس؟ انا اجرتي 1,000,000 جنيه، هتديني اجرتي هاجي امثلك، مش هتديني اجرتي معكش اجرتي مش هاجي امثل. هو يعني بيبقى عامل كده. فدي وجهة نظر تقدر تعملها امتى؟ لما تبقى بقى محمود حميدة وانت مستغني، انت مستغني قوي، فتمام انا اقدر انيجوشيت وبالقوة الكافية. انت عايز تجيب محمود حميدة فادفع. طيب خلونا بقى دلوقتي ندخل اكتر في موضوع الحلقة بعد التمهيد ده كله، وهي علاقة المبدع بطالب الخدمة وتنظيم العلاقة دي والفلوس بقى في النص. انا بالنسبة لي اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو نقطة مهمة جدا، البعض بيبقى طول الوقت بيسأل عليها، واللي اكتشفته انه طول الوقت بيتسأل عليها مش بس وانت بتكون في مقتبل حياتك، طول ما بيطلع حاجات جديدة بيطلع تسعيرات جديدة. فالنقطة الاولى هي ازاي اني اقدر اسعر شغلي، والنقطة التانية هي بعض التفاصيل اللي على هامش فكرة التسعير والمطالبة بحقك، وازاي ان انت تقدر تدير التعامل ده او العلاقة دي. لما نيجي نتكلم في موضوع التسعير in general، فأي حد درس ماركتنج أو تسويق فهو عارف إنه عملية التسعير هي عملية من أسس العملية التسويقية، من ركائز العملية التسويقية، إنه أنت إزاي تسعر السلعة أو الخدمة دي. في المجمل تسعير منتج إلى حد كبير هو أسهل من تسعير خدمة، لأنه إحنا لو جينا نبص على الديفولت موديل أو النموذج البدائي، فانت في النهاية لما بتيجي تسعر سلعة انت بتسعر تمن الخامات الاولية، تمن التصنيع، تمن الخدمات المكملة، الباكجينج، الديزاين، الحاجات دي كلها. تبدأ ان انت تحط جزء الضرائب وجزء هامش ربح مثلا معين انت هتاخده، واحيانا ممكن تزود السعر لاسباب ليها دعوة بالبوزيشننج او انت عايز تحط نفسك فين، ده موضوع تاني. ولكن مجملا الشاهد من الكلام انه عملية التسعير للمنتج هي عملية سهلة نسبيا، على عكس عملية تسعير خدمة. مشكلة عملية تسعير الخدمة عامة وبالتحديد في الحاجات الإبداعية إنه هي لها منطق مختلف شوية في التفكير. يعني انت عامة المنتج اللي انت بتبيعه ده بيبقى غالي لو هو بيجيب فلوس كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اغلى شغل انت ممكن تعمله هتلاقي الاعلانات، وبعد كده الدراما، وبعد كده الافلام. ليه؟ لانه في النهاية في الاعلان هو في منتج بيتباع، هو في عائد هيجي مباشر عن طريق زيادة مبيعات، عن طريق رواج او انتشار للمنتج، يعني هيدخل فلوس. في التلفزيون الموضوع ممكن يبقى اقل شوية، ولكن برضو الربحية بتاعته اعلى من السينما. ليه؟ لانه التلفزيون انت في النهاية برضو قياس نسب المشاهدة مش طول الوقت بيبقى دقيق 100%، وبيبقى في كتير من الاحيان قائم على علاقات، والنجمة دي مين عاملة مسلسل السنة دي مع مين، ودي اتطلقت من جوزها فعاوزين نشوف هتلقح عليه ازاي في المسلسل، والكلام العيب ده كله. فده يعني بيؤدي انه ممكن يبقى المسلسل متباع ومتباع عليه اعلاناته
من قبل ما يصوروا يوم تصوير اصلا. فده بيخلي المنتج عنده استعداد انه انا هدفع، تمام. وكل ما كان انت اسمك اكبر كل ما ده بيساهم في عملية البيع اكتر، وبالتالي تقدر ان انت تتقاضى فلوس اكتر. اخر حاجة هي السينما. انت ممكن يعني لو ما تيجي تبص على الموديل بتاع السينما كده هتجد انه المين الجزء اللي يخصك يعني في الموضوع والله مثلا الفيلم اتباع او يعني بنشوف التوزيع بتاعه في السينمات عامل ايه. تمام ماشي. طيب بعد كده بنبدأ ان احنا نبيعه لبلاتفورمز، ماشي. زمان كان في حق طباعة الدي في ديز والشرايط والكلام ده كله، وبعد كده بنبيعه للمطارات او لخطوط الطيران، وبعد كده بنبيعه لقنوات التلفزيون. يعني لو جينا نحطه بس في مقارنة كده بالدراما هتجد انه الدراما فلوسها يعني اكتر شوية. فهتجد انه والله ممكن حد يبقى ازاي ده انا كاتب فيلم 120 صفحة وكتبت اعلان ورقة واحدة، ازاي ياخد فلوس في الاعلان ده اكتر من اللي هاخدها مثلا في فيلم مثلا، يعني اكتر يعني اكتر نسبيا. يعني انت لو قعدت عملت 3-4 اعلانات او ممكن حتى في اعلان واحد تعمل الفلوس اللي ممكن تاخدها في فيلم. وبرضو في تفصيلة تانية، انت ممكن تبقى شغال وده مع انتشار الديجيتال، انت ممكن تبقى كاتب وليكن مثلا بوست شغال في ديجيتال ماركتنج، فكاتب بوست مثلا بشكل معين، نفس البوست ده تاخده تزود عليه كام جملة قدام، تقفله قفلة معينة، يعني تعمل له شوية موديفيكيشنز، ده تبيعه البوست تبيعه يا سيدي ب 200 جنيه ب 300 جنيه ماكسيمم، 500 جنيه يا سيدي ماكسيمم، والاعلان تبيعه 30,000 جنيه ب 40,000 جنيه ب 50,000 جنيه على حسب يعني حجم الانتاج نفسه عامل ازاي. فهل ده عادل؟ هو احنا هنا مش بنتكلم في عادل ومش عادل، هي دي في النهاية منظومة اقتصادية صغيرة بناء عليه انت كفرد فيها بتبدأ ان انت تسعر الخدمة بتاعتك. اوكي. ووجود حالة يعني الفاريابيليتي او عدم ان الموضوع مش ممسوك قوي، مش طول الوقت هنقدر ان احنا نسعره بطريقة حسبة ورقة وقلم، ده يمكن بيكون جزء من دور النقابات او تجمعات اصحاب المهنة الواحدة. ويمكن اللي متابع من حضراتكم او اللي بص على فيسبوك كان تقريبا من شهرين وشوية كان الكلام على الحدود او الحد الاقصى والحد الادنى لاجور العاملين بصناعة السينما وصناعة الدراما. كان يقولك مش عارفة الفنانين من الفئة كذا بياخدوا كذا، مش عارف كلام كده، وكانت سربت وطلعت بعد المجموعات او جامعات يعني المبدعين في تخصصات معينة وطلعوا ونفوا وتصوروا صور كده مع بعض والكلام ده كله. ولكن ده جزء من دور يعني التجمعات دي بالذات، هتلاقي ده وده يمكن من تعاملي الشخصي، يعني مش عارف ده دقيق ولا لا، بس ده من تعاملات الشخصية. يعني بحس انه من اكتر الناس اللي الكوميونتي بتاعهم ممكن يكون منظم المديرين التصوير، ثم المونترين والكالرستس او اللي بيلونوا الاعمال. بحس انه هم الى حد كبير قادرين انه هم يجمعوا نفسهم كناس ويقرروا والله احنا هنزود اجرنا كام، اجرنا مثلا السنه دي السيزون ده يا جماعه هناخد كذا. بيبقى اشبه بقعده المعلمين كده، ولكن دي بتخلق نظام وحمايه لحقوق العاملين في الموضوع ده. في مشكله بسبب التقدم التكنولوجي ووجود الديجيتال ميديا عامة، وهي انها بقت تخلي ناس مش شرط من ان هم من نفس الدايرة يدخلوا يضربوا اسعار. يعني زمان كان الموضوع ريستريكتد قوي او محدد انه مين هيبقى مدير تصوير. ما كنتش انت هتبقى ماشي في الشارع تقرر تشتري كاميرا وتبقى مدير تصوير، في النهاية انت لازم تدخل ضمن تدرجية معينة، عشان الكاميرات وقتها كان تكلفتها عاملة ازاي، كان الخام اللي بيتصور عليه ده مش اي حد يقدر يجيبه، وحتى لو جابه تكلفته نفسها مش ما تساعدكش ان انت تتعلم وتجرب، كانت اقصد محدودة اكتر.
نفس الموضوع في المونتاج، انا مش محتاج اروح معمل دلوقتي او يبقى عندي جهاز وحدة مونتاج ضخمة او موفيولا ابص عليها، مش محتاج ده. الكالر جريدنج او تصحيح الالوان دلوقتي برضو اصبح يعني ابسط كتير من زمان. فده كله خلى ناس ممكن تبقى قاعدة في بيتها، ودي انا ناس اعرفها، يعني انا اعرف حد قاعد في الفيوم عايش حياته في الفيوم وبيعمل شغل للوطن العربي كله يعني. فده يعني ده نوع موجود، وده يمكن اللي بدأ يؤدي شوية لخلل في حتة التسعير. بقى من الاسهل انه اي حد يعمل اعلان، بقى اسهل انه اي حد يبقى مصور، اي حد يبقى مخرج، اي حد يبقى مونتير. الامر اصبح مش محجم او مش محدود او سهل التحكم فيه زي زمان. وانا ما اقصدش برضو من باب التوضيح، انا ما اقصدش هنا انه الموضوع ده يعني عيب مطلق او حسن مطلق. يعني هو تقدر تقول انه عامل زي الدواء، ليه مميزات وليه عيوب. يعني في ناس بالنسبة لها ده ميزة، انه يعني انا واحد من الناس دلوقتي قاعد بميكروفون بسيط في اوضة عندي في الشقة، قاعد بعمل البرنامج الاذاعي بتاعي بمعايير زمان، على عكس زمان لما انا ابقى محتاج اروح اعمل اختبارات مذيعين في ماسبيرو واخضع لاهواء حد. انا والله بقدم منتجي وده فير للكل، وفي النهاية نشوف مين اللي هيوصل. طبعا مفيش فيرنس مطلقة او عدالة مطلقة، ولكن اقصد انها سهلت او حسنت من وجود ناس ولها اعراض جانبية، انه في ناس بتدخل بتضرب السعر وبتاع. كنت لسه من فترة قريبة حد جه بيكلمني عاوز يعمل بروجكت، وبعدين جه قال لي رقم، يعني ما يعني في ارقام كده لما تتقال طب انا حريص عليك كبني ادم فما تخلينيش ارد عليك ردود مش حلوة. فبيقول لي لا ده في حد بيعمله بربع كمان المبلغ ده. ففي ناس عادي، يعني في ناس بالنسبة لها بتبقى عاملة اللي هو ايه، انا هتصرف بمنطق خط الانتاج، وانا كده كده مش عاوز، هو العميل مش عاوز حاجة ابداعية قوي، هو عاوز بس حاجة ينزلها عنده على الديجيتال ميديا بتاعته، فقشطة تمام. فلا، موضوع برضو ضرب الاسعار ده اصبح مزعج وبيضر بفئة كبيرة يعني. وبخصوص موضوع التسعير ده، انا هنا ما يعني مش القصد من كلامي انه حالة عدم التنظيم او حالة او مجتمع الفريلانسرز وقواعد الجديدة بتاعة مجتمع الفريلانسرز، انا ما اقصدش ان هي مقحفة او فيها ضرر لطرف واحد. احيانا في عملاء او منتجين او ناس لسه يعني بتبدأ ان هي تتعامل مع كرييتيفز بيضحك عليها، او ممكن تحس انه حد خدعها او حد طلب مبلغ معين وفي النهاية ما قدمليش الشغل ده او خده وهرب، يعني ده بيحصل. وعلى الجهة الاخرى برضو لا، في كرييتيفز بيتضرروا، في كرييتيفز بيضحك عليهم، حد بيبقى متفق معهم على مبلغ معين ويقللوا او يجبرهم من الاول ان هم لا ده اللي متاح، وهم في ظل الضغط او هم عاوزين يشتغلوا عشان حياتهم تستمر ممكن يضطروا ان هم يقبلوا حاجة معينة. فانا ما اقصدش انه في طرف واحد بس هو اللي جاي على التاني على مدار الخط. في بعض الدول الغربية ومؤخرا بقى في بعض دول الخليج، واللي للأسف بدأ الفيروس بتاع ضرب الأسعار ده يعني يتسرسب ليهم كده مع دخول بعض الشركات المصرية والشركات الهندية وباكستانية على الخط. الهند وباكستان في الجرافيكس وفي الفي اف اكس بالذات يعني يبدأوا ان هم يدوا اسعار اقل. ولكن لو جينا نتكلم على السيناريوهات المثالية هناك، فهتجد انه بره في ويب سايتس او في مواقع تقدر ان انت تدخل تقول والله مثلا انا عاوز مونتير خبرته حوالي كذا، الليفل بتاعه كذا، يعمل لي الشغلانة الفلانية، فيقدر انه يديلك رينج سعر معين. وانت ده برضو على الجهة الاخرى انت كفريلانسر او انت كمبدع او انت كشخص لسه يعني بتاخد خطواتك الاولى، تقدر ان انت تعرف بالظبط الشغلانة دي انا اطلب فيها
كام. وممكن يعني في الجزئية دي البعض يبقى شايف انه مظلوم، وبالذات الناس في الاول بتبقى شايفة انه طب انا موهوب وشاطر وكرياتيف جدا والشغل بتاعي جامد قوي، ولكن حاسس ان انا يعني بتظلم عشان سنين الخبرة او الكلام ده كله. طيب انا هوضح لك حاجة برضو، هتكلم على الجزء اللي هو البيزك او القاعدة الاساسية في موضوع التسعير ده. انا في النهاية كشخص بسعر على اللي انا بقدر امسكه، اللي انا بقدر اشوفه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى وده على فكرة مش بس للاصغر سنا، يعني احيانا انت ممكن يجيلك شو ريلز بتوع مخرجين عشان عاوز تختار مين انسب حد فيهم للاعلان ده او للفيلم ده او للبرنامج ده. اوكي، فتبدأ ان انت بتقيس ازاي؟ بتقيس والله من خلال ان هم عملوا ايه شبه اللي انت عاوزهم يعملوه. مش شرط ان هو يكون متماثل، ولكن انت بتقيس الشاهد من الكلام انه انت بتقيس عن طريق حاجة ممسوكة. فانت لما بتبقى في الاول بتبقى اغلب الحاجات الحلوة اللي عندك هي لسه جوه مخك، اللي طلع منها مش كتير. ممكن ناس تبقى والله بتابريشيت او بتقدر الشخص اللي قدامها ابداعيا ومتوسمة فيه خير، فتبدأ تديله مقابل. يعني والله انا شايفك مثلا انت مثلا ميوزك بروديوسر لسه بادئ بقالك 2-3، ولكن انا حاسس انه انت عندك كرياتيف انبوت مميز خاص بيك، فانا هدعمك وهديلك المبلغ اللي انت عايزه. من ضمن الناس اللي كانت بتحكي ده كان الاستاذ وحيد حامد، كان احمد مراد الروائي يعني وقت ما كان مصور وجرافيك ديزاينر لسه، كان يعرف مروان حامد من وهم صغيرين، فقال له والدي بيعمل او بينتج معالي الوزير او مشترك في الانتاج، فعاوز ان انت تعمل له البوستر بتاعه او انا رشحتك. فهو احمد مراد ما شاء الله من يومه يعني حاسس ان هو بيقدم شيء جيد، وانا مش بأنكر ده يعني، ولكن طلب مبلغ كبير. فأستاذ وحيد حامد قال له انه انا المبلغ ده كتير، ولكن انا مقدرك ومقدر موهبتك وهديلك المبلغ ده. وقد كان، ولكن هل دي القاعدة؟ يعني انت الطبيعي انه الناس تقدر انها تلمس موهبتك وشطارتك؟ برضو خليك منطقي في نقطة انه الكلامنجية كتير عامة، يعني الناس اللي بتتكلم وتبين لك ان عندها رؤية وافكار او it seems ان هي بتتكلم صح، دول ناس موجودين كتير. وبالتالي انا برضو كصاحب عمل هبقى متوجس ان انا اديله مبلغ ضخم جدا، لان انا ما جربتش، انا ما ترجمتش ده على الارض. طيب هنا قد يأتي السؤال اللي ممكن يبقى البعض من حضراتكم بيقولوا دلوقتي، طيب يا سيدي انا عاوز اجابة واضحة على السؤال اللي انت وعدتني ان انت هتجاوبه، انا كشخص اسعر شغلي ازاي؟ في مشكلة عند البعض مننا، وهي انه مش بيبقى متصالح قوي مع فكرة انه ممكن يضحك عليه عادي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه طبيعي انه انت في الاول ممكن تسعر حاجة بمبلغ معين وتكتشف انه في حد ثيرد بارتي هياخدها منك ويبيعها بمبلغ اكبر. تمام، عادي، ممكن ده تبقى انت ما احتكتش بيه قبل كده وانت مش عارفه، او انه الشغلانة دي طبيعتها وليكن مثلا ان هي بتتعمل بكذا وانت تطلب مبلغ اقل او اكتر. احنا في الاول عامة بيبقى الترموستات بتاعنا بتاع التسعير بيبقى لسه مش مظبوط. بمعنى ايه؟ بمعنى انه احنا بنبقى لسه مش عارفين هو ايه كتير وايه قليل. يعني احنا بالنسبة لنا احيانا بيبقى البعض يعني بيقيس الكتير والقليل ده على المصروف اللي هو كان بياخده، فادراكه لقيمة الفلوس وهو بالنسبة له محتاج ايه من الفلوس، او هو هل هيعمل الشغلانة دي بسعرها الفعلي ولا باللي بالنسبة له كتير او قليل، بتبقى لسه نقطة مش واضحة. يعني وليكن مثلا انت شخص بتاخد مصروف مثلا يعني في الشهر 1000 جنيه 1500 2000 جنيه مثلا يعني، فانت بالنسبة لك لما حد يجي يقولك انه والله انت هتعمل لي الشغلانة دي وتاخد مثلا 5000 جنيه، تحس انه ده مصروف كتير جدا. يعني بالنسبة لي ايه ده it's too much مصروف على اللي انا هعمله. ده ممكن يبقى زاوية على الجهة اخرى برضو، عشان ده قابلته لاقي حد مثلا اهله ميسوري الحال جدا، فالمصروف اللي بيدوله وليكن 10,000 جنيه، فهو بالنسبة له عاوز انه ياخد
فلوس في الشغلانة، انا بعمل الديزاين ب1000 جنيه مثلا. فهاو كم ده مش منطقي. تلاقي ولد او شاب كده لسه مشتري كاميرا جديد وواخد كورس في المركز الثقافي الروسي، ويجي تتكلم معاه تقول له طب حلو يا فلان، طب احنا عاوزين نشتغل مع بعض، فيقول لك انا الساعة بتاعتي بكذا. ايوه، انت امتى بقت يعني امتى قررت ان الساعة بتاعتك بكذا؟ يعني ما هو الموضوع مش يمين قوي او شمال قوي. الميزة دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها هو وجود كوميونيتيز كتيرة على السوشيال ميديا، وبالتحديد على فيسبوك، تقدر ان انت من خلالها تعرف تسعير او اقرب تسعير منطقي للموضوع ده. يعني انت لو دخلت على اي جروب من الجروبس اللي موجودة، تقدر انه والله يا جماعة انا معروض او مطلوب مني اني اعمل فيديو مثلا مواصفاته 1 2 3، والفيديو ده انا عايز يعني مطلوب مني ان انا اشوف انا هاخد كام. يعني متوسط السعر اللي ممكن اطلبه ايه؟ هتلاقي حد جه قال لك 10,000، هتلاقي حد جه قال لك 7,000، هتلاقي حد جه قال لك 5,000، هتلاقي حد جه قال لك 3. فانت هتجمع ده كله وتاخد المتوسط بتاعه وتطلبه، بحيث انه انت والله ولا تبقى زودت قوي وتبقى اخدت اكتر من صوت، وممكن تلاقي انه مثلا في اجماع على حاجة معينة، تبقى عارف السيرفيس دي بتتقدم ازاي. او الحل الاسهل والابسط يعني، وانا بالنسبه لي وبحس ان هو طول الوقت فاليد او منطقي ان انت تعمله، هي ان انت ترفع سماعه التليفون على حد صديق زميل سبق وانت يعني علاقتكم ببعض كويسة، وسبق ان هو عمل الحاجة دي، وتقول له طيب ايه الدنيا، اطلب كام، طب انت اتعاملت مع الناس دي قبل كده، طب ايه، طب فهمني. وياما اساتذة هتلاقوا في حكاياتهم كده، يعني يجوا يحكوا انه والله كان فلان جه كلمني عشان يسألني انا اطلب ايه، فانا قلت له انه والله طارق نور ممكن يدفع لحد كذا مثلا يعني. ودي قصة حقيقية يعني. فمش عيب تماما انه ابقى انا في الاول مش عارف. وهقول لك على حاجة، كون ان انت لسه مش عارف ده بيتسعر بكام وده تكلفته كام، فعادي ان انت ما تاخدش كامل حقك يعني. تمام، برضو هو الموضوع قواعد فرض سيطرة وقوة على الترابيزة، يعني كنا اتكلمنا فيه شوية المرة اللي فاتت، ولكنه مش بيبقى قائم بس على دي سعرها الفعلي كام. يعني انا بحس انه احيانا بعض ممكن تبقى جهة منتجة ايجنسي شايفين انه، وده انا سمعت المصطلح او اللفظ ده بنفسي، يجي مثلا حد يقولك ايه، انه لا اللقمة دي كبيرة عليه، تمام، او اللقمة دي تقف في زوره، انه وليكن مثلا انت حاجة تستحق فعلا، وليكن ان انت كتبت مثلا كام حلقة في مسلسل او فيلم وكتبتهم حلو فعلا، بس هو بالنسبة له يبقى حاسس انه الواد ده لو خد 100,000 هيقفوا في زوره، يعني 100,000 جنيه ايه اللي يعده. على عكس بقى خلاص لما يبقوا عارفين انه فلان، والمثال اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، بقى يعرف يعد المليون. فهي احيانا بيدخل فيها الموضوع ده، ومش مش عيب خالص انه انت يضحك عليك في الاول. دي نقطة تصالح معاها الى حد ما. ونقطة تانية برضو مهمة في التسعير، ودي بتبقى عند الناس اللي لسه في الاول بس شاطرة وبدأت تعمل حاجات كتير، فيبدأ يلاقي نفسه مثلا شغال على وليكن شغال على شوية ديزاينز مثلا، فهو بالنسبة له خلاص بقى فاهم انا هعمل الديزاينز بتاعت الاندستري دي ازاي، بقى عندي اوريدي زي لاي اوتس او اشكال اوريدي انا بشتغل عليها، الاسيتس او الصور اوريدي موجودة عندي، فانا عارف انا هعملها ازاي. فالموضوع كله ياخد منه يوم شغل مثلا، فبالنسبة له يبقى مستحرم انه انا عملت ده، طب انا ليه اطلب مبلغ كبير، ده هو ما خدش مني غير يوم. هنا نرجع بقى لفكرة انه ازاي الحاجة دي بتتسعر. انت مش بيسعر لك قوي، وده للأسف هو نظام برايسنج ليه دعوة بالبلد بقى اللي احنا فيها، لأنه بره بالتحديد في أمريكا هو في كتير من الشغلانات ممكن يبقى بيسعر لك بالساعة، لكن هنا وفي كتير من الأماكن مش بيتسعر بالساعة، بيتسعر بالسعر أو القيمة اللي تراضى عليها الطرفين. وبرضو نقطة مهمة، انا مش بسعر لك على انت اخدت وقت قد ايه، بسعر لك على الشطارة او المهارة بتاعتك.
وليكن مهارتك دي خلتك عن طريق ممارسة وتجربة واسعة وتدريب قدرت تعمل الحاجة اللي بتاخد 10 ساعات تعملها في ساعة بشطارة وبمهارة. تمام، انت مالكش دعوة، لانه في النهاية انت مش بتدفع لي مثلا اشتراك الموقع الفلاني والتطبيق الفلاني والمجلة الفلانية اللي انا بقراها او المنصات اللي انا مشترك عليه. انت في النهاية ما بتدفعليش ده، فانت بشكل غير مباشر بتدفع لي القيمة اللي او تمن المجهود والتعب اللي انا تعبته سنين كتيرة جدا عشان اعرف اعمل لك الحاجة دي في دقيقة. اوكي، ودي يمكن تتشابه شوية مع فكرة التسعير بتاع الخدمات للكونسلتنتس او للمستشارين. ممكن ودول من اكتر الناس اللي بياخدوا فلوس. يعني انت ممكن تلاقي كونسلتنت راح شركة يا دوبك بس اداهم شوية كونسلتنسيز كده وخد له مثلا 50-60 ألف جنيه 100 ألف جنيه واحيانا اكتر. ليه؟ عشان هو ده في النهاية عصارة خبرة وسنين وتكلفة عالية جدا. هو بيديلك الزبدة بتاعتها، يديلك الخلاصة بتاعتها. فما تحسبهاش كده، ما تحسبهاش انا اشتغلت كام ساعة. انت بطريقة غير مباشرة بتبيع له تمن كل كتاب انت قريته، بتبيع له نسبة يعني من تمن كل كتاب انت قريته، تمن كل فيلم انت اتفرجت عليه، تمن كل تذكرة سينما او تذكرة مسرح او تذكرة حفلة انت دفعتها. تمن كل ده انت بتدفع او بتخليه يدفع جزء منه، لانه انت في النهاية كنت بتستهلك الحاجات دي عشان يبقى عندك الوجهة النظر دي او الرؤية دي اللي تقدر من خلالها تعمل له الحاجة دي بشكل جيد او بشكل قيم. وده يمكن بيفكرني بقصة فكرة انه انت بتشتغل قد ايه او بتاخد فلوس كتير او قليل على حاجة انت مش شرط بذلت فيها مجهود كبير. انا كنت شغال بعمل شغل تابع لمؤسسة دولية، وقعدت كان في حدث شغال عليه اخد حوالي 30 يوم من الصبح بالليل، حاجة يعني مهانة. الموضوع كان مرهق جدا، واخدت مبلغ زهيد جدا اشتريت بيه بدلة وبليزر. يعني كانت حاجة بسيطة، يعني مبلغ بسيط. بعدها بكام شهر شغل تاني مع نفس الجهة دي، ولكن في بوزيشن اخر، في نوع من انواع الترقي يعني. ووقتها كان الشغل بدل ما هو شهر كان حوالي من 12 ل 13 يوم، وعدد ساعات العمل في اليوم ده نفسها كانت اقل بكتير جدا، وخدت 5 اضعاف المبلغ اللي اخدته في شغل 30 يوم بعدد ساعات اكتر. هي مش دايما بتبقى لها الحسبة دي، عشان انت ما ترجعش تشوفها بشكل انه ده مش فير او فير. ده يعني ليه حسابات كتير، ليه قياس احيانا بيبقى مش عادل بالنسبة لك. لكن هو في النهاية انا كشخص بعمل برايسنج، ببص للموضوع الريت بتاعه قد ايه، الشخص ده القيمة اللي هيضيفها لي قد ايه، خبراته قد ايه. وطالما انت لسه مش عارف انت هتطلب كام بالظبط في الموضوع ده، ففي الغالب نسبة كبيرة هيضحك عليك حتى لو في كام ألف. وده بقى بينقلنا يعني حتة الغصة وانه انا مش هاخد وحقي والكلام ده كله. ده بقى بينقلنا لنقطة تانية، وهي انه هل كل التسعير اللي انا باخده بيكون فلوس؟ يعني انا دلوقتي سعرت الخدمة بتاعتي، هل كل التسعير ان انا هاخد منك بس فلوس تمن الخدمة دي؟ خلونا ندي سيناريوهين. سيناريو الاول، انا قاعد دلوقتي بكلم مع حضراتكم، لقيت مسج جاتلي على الفيسبوك، على الايميل، اي مكان، على الواتساب، حد بيقول لي مساء الخير، عاوزين نعمل فيديو كذا، او عايزين نكتب سكريبت كذا، او عايزين نعمل اعلان كذا. ده بالنسبة لي علاقتي بيه ايه؟ علاقة شغل فول ستوب. تمام. على الجهة الاخرى، والله مثلا انت رحت الكرياتيف سامت، وبعدين وانت هناك قابلت حد يعرف صديق مشترك، ايه ده انت تعرف فلان؟ تمام، طب جامد، احنا طب ايه، طب ما نشتغل مع بعض، الكلام ده كله. في الحالة دي هل التعامل هنا تعامل شغل؟ هو في المقام الاول تعامل شغل، ولكن انا اللي اقصده انه هل البنفيت او هل المكسب اللي انا هتحصل عليه هنا هو الكام جنيه اللي انا هاخدهم؟ الاجابة
لا. ليه؟ لانه وليكن الشخص ده مثلا بيعمل شغل مع النجم السوبر ستار الفلاني، التعامل مع السوبر ستار ده بالنسبة لك اكسبيرينس تستحق انه يعني او تساوي فلوس، اوكي. فانا ممكن ابقى عاوز اشتغل مع السوبر ستار ده، انا ممكن ابقى عاوز ادخل الايجنسي اللي هو شغال فيها وعايز ان انا اعمل شغل معاهم، ده هينعكس عليا بفلوس بشكل غير مباشر قدام. وهنا ده بيفكرني بقصة، انا كنت شغال في احدى المؤسسات في التلفزيون، وتقريبا انا ما كنتش باخد منهم جنيه ان لم يكن انا كنت بدفع من وقتي، كنت بدفع مواصلاتي، كنت بدفع اكلي وشربي، لبسي، كل الحاجات دي انا كنت بتكلفها بشكل مباشر. يمر شهور واقعد مع جهة انا بتعامل او يعني بنتكلم في شغل، واذكر انه والله انا بشتغل كذا كذا في المؤسسة كذا، فهنا انت سعرك زاد. ليه؟ عشان اتضاف في لاير المؤسسة دي، وبالفعل قدرت ان انا ساعتها اتحصل على مبلغ اكبر. هنا انت بتبقى بشكل غير مباشر عوضت اللي انت دفعته في الشغلانة الاولانية اللي انت ما خدتش فيها فلوس. خلي بالك من نقطة مهمة عشان الحتة دي شائكة، انا عشان عارف انه البعض وانا شخصيا بتعرض لده، تلاقي احيانا حد عاوز يقف معاك بقى في منطقة في النص ما بين ان هو تعامله شغل بس او علاقات، ويبقى عاوز يضفي على التعامل اللي هو شغل بس ده يضفي عليه بعد انساني. تلاقيه بيقولك لا ده مش اول شغل ولا اخر شغل ما بيننا، وفي شغل تاني كتير. دي حاجة انت اللي تحددها بخبرتك، انت مالكش دعوه بكلامه. الكلام يعني بيسموه كده كلام الليل مدهون بزبده، يعني ده كلام ناعم لطيف سوفت كلنا بنسمعه، ومش شرط خالص انه يعني يكون حقيقي، عادي جدا. يعني انت ممكن تبقى تعاملت مع الشخص ده مرة، مش شرط خالص ان انت تتعامل معاه مرة تانية. فدي نقطة انت اللي تحددها، عشان بيحصل فيها خلط ما بين انه طب انت قلت ان انا مش شرط يبقى كل المكسب فلوس، وبعدين هو جه قال لي كذا. لا، ده انت اللي تحدده. وهنا عاوز اتكلم في نقطتين. النقطة الاولى الخاصة يعني كانت زي يعني هي قصة شخصية. انا بالنسبة لي كان مؤخرا بعمل شغل يعني لجهة انتاج معينة، والشغل ده كان هيبقى معانا فيه اسم كبير من اسماء الاساتذة اللي انا بحب شغلهم، وطول الوقت حريص اني ابص عليه واذاكر هو بيعمل ايه، وعرفت ان انا هشتغل معاه في الموضوع ده. انا بالنسبة لي كنت مدرك وقتها انه لا، انا ده في حد ذاته مكسب يغفر له كتير، عشان بالنسبة لي انا حد زي الاستاذ فلان ده هيجي يديني ملحوظات على النص اللي انا كاتبه، ده في حد ذاته تعليم يدفع فيه فلوس، يعني بيدفع فيه فلوس في ورش وفي اماكن. فدي نقطة برضو بخصوص الموضوع ده. النقطة التانية بخصوص فكرة انه انا مش عاوز الناس تضحك عليا، حاول على قد ما تقدر تبقى مدرك حاجة، انه الماركت بتاع الميديا عامة هو ماركت اضيق مما تتخيل. فحاول على قد ما تقدر ان انت ما تبقاش بتكذب او مش بتقول الحقيقة في فكرة المبلغ اللي انت تقاضيته قبل كده. ممكن تسكت افضل، ولكن لو انت جيت قلت مبلغ وبالصدفة طلع اللي انت بتكلمه ده يعرف حد في الجهة اللي انت كنت بتشتغل فيها، which is الى نسبة كبيرة، او يعني اللي هو الى حد كبير ممكن يبقى حاصل عادي جدا بسهولة، فهيبقى شكلك مش حلو لو هو جه واتكلم معاه وعرف ان انت لا، انت ما كنتش بتاخد المبلغ ده ولا حاجة. هيبقى شكلك وحش وهيأثر على مصداقيتك في الشغلانة ككل. في بقى هنا نقطة مهمة جدا، وانا بحس ان هي بتبقى من الاسرار، ومش من اسرار الشغل ده بس، انا بحس ان هي من اسرار الحياة عامة. كل ما تبقى شخص مستغني كل ما هيجيلك اكتر. وانت قاعد في قعدة تفاوض او في قعدة نقاش او بتطلب فلوس معينة، كل ما تبقاش متكالب على المبلغ بتاعك كل ما في الغالب هتاخد اكتر. على عكس لو اللي قدامك حس ان انت هتموت على الشغلانة دي، فساعتها هو بالنسبة له بياخد ده ان هو كارت
يدافع بيه او يقولك بيه انه لا والله طب اصل دي فرصة ليك وهتديك اكسبوجر وخلينا طب نقف في النص وكل الكلام ده. فحاول دايما على قد ما تقدر، ودي طبيعي ان هي مش هتبقى من اول ولا تاني ولا تالت ولا 10 مرة، كل مرة بتكتسبها اكتر. حاول على قد ما تقدر انه انت ما تبقاش متكالب على الحاجة او ميت على الحاجة، لانه في النهاية ان شاء الله ولا هي اخر شغلانة ولا حاجة، عادي الشغل جاي كتير واللي مش هتعمله المرة دي هتعمله المرة الجاية، ولكن ما تديش سلاح او كارت للي قدامك انه يهرشك وبالتالي يضحك عليك. نقطة كمان وهي على قد ما تقدر خليك يعني تتقال كده انه السمكة اللي بقها مقفول محدش يعرف يصطادها. فحاول دايما ان انت تشتري اكتر ما تبيع، اسمع من اللي قدامك، وعلى قد ما تقدر ما تريحوش. بمعنى ايه؟ ما تديلوش رقم مباشر على قد ما تقدر لحد الاخر. يعني حاول على قد ما تقدر انه تشوف طب انتوا البادجت بتاعتكم ايه، طب انتوا رايحين في سكة ايه، طب فهمني طبيعة البروجكت اكتر، طب ما تخلينا نتكلم اكتر نفهم عشان اقدر احدد لك بالظبط، عشان انا مش حابب اديلك سعر جزافي بتاع. فطول ما انت بتتكلم قليل بتسمع اكتر والكلام بتاعك بيبقى straight to the point او على طول في السوادة زي ما بيقولوا، ساعتها تبقى قادر ان انت تفرض الى حد ما شروطك. وهقولك على حاجة، ده بيجي منين؟ فكرة الخبرة دي بتيجي منين؟ من تكرار نفس السيكونس او تكرار نفس ترتيبة المواقف. انت بالتكرار بتبقى عارف انه تقريبا من كل 10 شغلانات حد بيكلمك عليهم، حتى لو كان بيكلمك عليهم بجدية، تقريبا شغلانة او 2 هم اللي هيكملوا وهيستمروا، وملهاش قاعدة. ممكن تلاقي نفسك في فترة شغال كتير ورا بعض وانت اصلا الفترة دي على الله حكايتك ولا بتذاكر ولا بتعمل حاجة، وفي فترة تانية تبقى انت فاحت نفسك وشاطر جدا ولكن ما تتقاضاش او اجر كويس او ما يجيلكش مشاريع تقدر ان انت تتحصل منها على الفلوس اللي انت عايزها. على قد ما تقدر تبقى مدرك ده، وإدراكك لده هيخليك اللي هو تمام، أنا والله مثلا الشغلانة دي أنا شايف إن هي تعمل ب20,000، بالنسبة لك مناسب تمام، مش مناسب خلاص. يعني ده في حالة إنه أنت شايف إنه الكلام كاجوال ولسه وبنشوف، فتمام. يعني مش شرط إن أنت تكمبرومايز قوي طالما أنت ده زبون طياري كده بيتكلم معاك، انت مش بتضحك عليه يعني، بس مش الشغلانه دي اللي هتحييك ولا هتموتك يعني. كل الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده هو الهدف منه حاجه واضحه ومباشره، وهي ان انت كشخص تكون في موضع قوه اثناء التفاوض بتاعك او اثناء مطالبتك لمبلغ معين او مطالبتك بمبلغ معين انت عاوز تعمل الشغلانه دي بيه. ومن ضمن البنفيتس اللي بتقدر ان انت تتحصل عليها بشكل كويس جدا لما تبقى في موضع قوه، هو ان انت تقدر تخلي المستحقات بتاعتك او الفلوس اللي انت بتاخدها على دفعات. وفكرة وجود دفعات دي انا بحس ان هي ميزة مهمة جدا، لان هي بتحط الطرفين في التزام من جهة العميل انه خلاص احنا بدأنا شغل بشكل جدي وانت خلاص بدأت تدفع فلوس، فمش كل شوية تظهر وتختفي. ده نقطة. وعلى الجهة الاخرى هي بتجبرك ان انت لازم خلاص طالما انت قبضت دفعة لازم هتقعد تشتغل. ما انت مش هتروح يا ابني فين الشغل اللي انت عملته بالفلوس دي، هتبقى انت ساعتها متوتر. على عكس لو حد جه والله كلام بقيقي كده، فانت لسه ما بتبقاش عارف والله هل الشغلانة دي هتتم مش هتتم، يعني مش ما بتبقاش الامور بالنسبة لك واضحة. ودي من الحاجات اللي انت حاول دايما لو حسيت ان انت بقيت في موضع قوة ان انت تتمسك بيه، لانه ده بيساعدك ان انت تلتزم، بيساعد ان المشروع يبقى منظم، بيساعد انه ما يحصلش انفجار مفاجئ لا قدر الله. يعني انت بتقسم الهيكل بتاعك بحيث انه لو وقع ما يقعش كله. يعني حصل مشكلة في نص المشروع تبقى انت عارف انه طب خلاص انا مثلا هرجع جزء من دفعة كذا، هو هيكمبرومايز معايا في كذا. دي بالنسبة لك تبقى نقطة
اسهل في التعامل معاها عن لما انت تفضل مستني شغلك للاخر خالص وتشوف هل انا هاخد حقي ده ولا لا. ونقطة كمان وميزة الموضوع ده ان هو هيشجعك ان انت تشتغل، وبالاخص في بعض الحالات اللي انت ممكن تكون بتعاني فيها، وبالتحديد في الفترة اللي احنا كلنا فيها دي انت ممكن تبقى بتعاني من ازمة مالية معينة. فلو انت قاعد شغال وظهرك مكشوف مش هتبقى قادر تبدع كويس. انت في النهاية دي شغلانة روقان، يعني انت لازم تكون في حالة حلوة ولطيفة عشان تقدر ان انت تطلع افكار جميلة تعالجها معالجة حلوة تقدم منتج جذاب. فده مش هتعمله وانت نفسك مثلا تاكل حاجة معينة ومش عارف تجيبها، او مش معاك بنزين للعربية، او هتروح الاجتماع راكب مواصلات وتعبان كل ده يغنيك عنه وجود دفعة في حالة انه ظروفك مش في افضل حالتها. وده كمان بيحد من سوء النية او التصرفات اللي مش شيك قوي، لانه في فئة، وده احنا يمكن اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت بس خلينا نكرره مرة تانية، وهي انه في فئة بتبقى شايفة انه والله انا خلاص انا كده هديله 100% من المستحقات بتاعته في الاخر، طب ما انا اطلع له عيوب كتيرة والقطط الفطسانة في الشغلانة كلها وده يقلل لي المبلغ اللي هدفعه. وده للأسف ساعتها انت بتبقى في موضع في النيجوشيشن اضعف، لان انت تعتبر سلمت الشغل خلاص. وعشان كده انا بنصح لو انت بتتعامل مع حد انت ما تعرفوش، حاول ان انت ما تسلمش الشغل غير وانت واخد نسبة كبيرة من المستحقات بتاعتك على قد ما تقدر. لانه انا شخصيا تعرضت لده كتير، تلاقي مثلا اعلان وخلص وتسلم واتعرض وحقق اعلى نسب مشاهدة للبراند ده من اول ما بدأ، تلاقيه قدام يجي يقولك لا ده الاعلان اخفق، ده الاعلان وحش، ده الاعلان كذا، ده الكلام ده كله. فانت ساعتها هتقوله ايه؟ هتوريله لا ده عامل نسب مشاهدة كذا، ده محقق كذا، ده اتشاف قد كده، ده الكومنتس بص اهي. هو بالنسبة له لا انا ليا اللي على الارض، انا وريته لبنتي وما عجبهاش. وكل ودي قصص والله العظيم حقيقية. يعني انا بقولك عشان تتجنب ده كل الحقارات دي قدر الامكان. وقيس على كده عشرات القصص تبقى انت شغال على حاجة وفي اخر الموضوع خالص لا اصل ما طلعتش كويسة، لا اصل احنا ما كناش متفقين على كده، لا يعني فكل ده تجنبا يعني. ومن الحاجات اللي في الموضوع ده برضو، ويمكن دي ملهاش علاقة قوي بحتة الفلوس، حاول على قد ما تقدر لو بنتكلم على الحاجات الإعلانية بالتحديد، حاول على قد ما تقدر انه العميل يبقى involved معاك. بمعنى ايه ان هو يبقى involved او منغمس معاك في المشروع؟ بمعنى انه انت في النهاية بتبني ادوار فوق بعض، ولكن بتبدأ يجيلك البريف، بتبدأ ان انت تبص عليه تحلله تشوف طب والله انا ممكن اعمل ايه، تبدأ ان انت تقدم افكار اولية تاخد موافقة مبدئية عليها، تبدأ ان انت تكتب سكريبت تاخد موافقة عليه، تشتغلوا على ستوري بورد تاخد موافقة عليها، تشتغلوا على مود بورد، تشتغلوا على كولر باليت، تشتغلوا على حاجات تاخد موافقة عليها. كل الحاجات دي بتجنبنا انه او بتقلل من احتمالية انه في الاخر يفاجأ انه ايه ده مش اللي انا تخيلته. وجوده في التفاصيل دي كلها بيحد من التصرفات المش مظبوطة دي، عشان بتحصل كتير والناس بتشغل دماغها ويعني اوقع واقيم رد على الموضوع ده شفته على ظهر ميكروباص من فترة، ريح عشان الجو مريح. بمناسبة بقى موضوع احنا كنا بنتكلم على حتة ان انا ازاي بسعر وان انا ازاي بعمل. افتكرت دلوقتي قصة كده دمها خفيف لشخص كنت اعرفه. الشخص ده كان مقتنع انه الناس بتحكم بالمظاهر which is الى حد كبير منطق. الشخص ده بقى راح للاكستريم، هو شخص عادي بسيط من اسرة عادية وحياة متوسطة اقرب للطبقة الدنيا يعني، ولكن هو عاوز يبدأ انه لا يدخل على شغل من كلاس تاني. فعمل ايه؟ فحط استثماره كله في عربية مرسيدس C180، قرر انه دي اللي هتجيب لي فلوس. بمعنى ايه؟
كان بيروح الاجتماع ضارب الحتة الكونكريت، النضارة الريبان، الايكوس، الايفون ابو 3 كاميرات، ومفتاح المرسيدس ومركونة تحت، يدخل يفرشهم ويقعد يتكلم. هنا بطريقة غير مباشرة من وجهة نظره يعني كان بيبقى شايف انه ده بيساعده يطلب ارقام اعلى ويقلل الهدر في الكلام. لو اللي قدامه عاوز يقعد يناهد هيبقى بطريقة كده غير مباشرة فاهم انه ده انا بناهد مع الراجل ده في 1000 و2000 جنيه، ده تلاقيهم ما يجوش تمن عشوة مثلا هو بيتعشاها. فده هو كان شايف انه ده بيقلل الهلك وحرق البنزين. وبمناسبة البنزين فكان بيوصل بيه الحال في بعض الاحيان انه بيستلف تمن البنزين اللي هيحطه في العربية وهو رايح. انا مش بقولك ان انت تحط تحويشة عمرك في سي 180 وتروح تعمل كده، ولكن برضو دي وجهة نظر ممكن الواحد ياخد منها اللي هو شايف انه مناسب ليه. يعني انت لو شايف انه وليكن في لبس معين ممكن ده اللي تبقى بتروح بيه مظهرك يبقى بشكل معين، كل ده بيساعد انه اللي قدامك، لانه في النهاية اللي قدامك ما يعرفش عنك غير اللي هو شافه دلوقتي. فاللي هو شافه دلوقتي ده اللي بيكون الانطباع عنده انه والله الراجل ده شكله مهلهل. مش هقول ان هو مبدع، عادي ممكن يبقى مهلهل ومش مبدع ولا حاجة وعلى الله حكايته، ودي حاجة بتفرق. يعني انا مرة كان في مخرج بتعامل معاه، انا للأسف كنت عارف اسمه بس مش عارف شكله، يعني ما كانش كان عمل حاجات كتير بس ما كانتش ذوقي قوي يعني، فما كنتش اعرفه. فكان جاي لابس تيشرت كده زيادة عن البسيط وطريقته كاجوال زيادة عن اللزوم، فانا غصب عني حكمت بنفس المنطق اللي زميلي ده كان شايف انه الامور بيتحكم عليها بيه، لحد ما اكتشفت ان هو المخرج. يعني انا بالنسبه لي اصلا ما كنتش مسعره في الكلام قوي، ثم اكتشفت ان ده واحد انا كنت بتفرج له على افلام وانا طفل يعني. وده حصل معايا مع اكتر من حد من المخرجين يعني، وكان للاسف بيؤدي لردود بجحة مني بندم عليها بعد كده. بس هي اقصد يعني الشاهد من الكلام انه برضو المظهر والبروباجندا دي to an extent او الى مدى معين مهمة. طيب اخر جزء بقى هنتكلم فيه النهاردة، وهو من الحاجات اللي بصراحة بالنسبة لي بتبقى مش مبررة وبتبقى مزعجة، وبحس ان هي خط فاصل ما بيني وما بين الشخص اللي انا بتعامل معاه ده في اي شغل تاني جاي قدام. وهي حتة انه احنا اتفقنا واستقرينا ووافقنا على الموضوع ده، ولكن يجي طرف، وفي الغالب يعني بيبقى الكلاينت في الموضوع ده، انه ما يدفعش الفلوس كلها، يجي يشغل دماغه في الاخر. لا اصل، وده المثال اللي قلناه، لا اصل ده ما كانش اللي احنا اتفقنا عليه، لا اصل الناس ما حسيتش ان ده حلو، لا يعني لستة اعذار كده وكلام مجعلص، واحنا اتصدمنا، وده قد ايه ده دون المستوى، وقد ايه وكلام كده كبير. انا مش بقولك ان انت هتضحك على حد، تمام، ولكن مهم ان انت تقدر تحمي نفسك. خليني هنا يعني استيت فاكت بديهيات كده، انه تاني انا بشتغل، انا كبني ادم بشتغل عشان الفلوس، وفي مرحلة ما انا بحب الفلوس. دي نقطة انت كحد بيطلب مني خدمة بتبقى محتاج تفهمها حتى لو انت فاهمها. اوضحها لك مرة تانية، انه انا في حد انا يعني لوحدي، انا مش مهتم اعمل اعلان ليك، او انا ده مش باشن بروجكت، ده مش مشروع شغف انا متحمس ان انا اعمله حتى لو هدفع من جيبي، لا ده حاجة هتعود عليك انت بالنفع، ففي المقابل تديني حقي. البعض من الناس بيحسبها غلط، وبيبقى شايف انه، ودي بالتحديد لما بيبقى بيتعامل مع شاب او بنت لسه في مقتبل حياتهم، بيبقى شايف انه دول مش بالقوة الكافية ان هم يردوا او يدافعوا عن نفسهم لو انا كلت عليهم فلوس. ولكنه ما بيبقاش مدرك الحتة اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، هي ان الدنيا ضيقة قوي، وانه اللي هو بيعمله معاك ده دلوقتي سهل جدا ان انت في خلال شهور تقدر ان انت تردهوله. والحركات دي بتاخد اكتر من شكل، بس خلوني احكي لكم قصة قبل ما نتكلم على الاكتر من شكل ده.
كان في مكان كنت بشتغل فيه، وبعدين يعني الشخص اللي مسؤول عنه حس انه يقدر يشغل دماغه ويقدر انه ما يدينيش مستحقاتي في حاجة معينة انا بعملها، وبالفعل قعد يعني فضل مأخر عليا مستحقاتي دي تقريبا بنتكلم في حوالي 7-8 شهور، وكانت مستحقات يعني، وده بدون مبالغة، ما تسواش تمن عشوة هو بيتعشاه هو واصحابه يعني. فانا بالنسبه لي ما كانتش الفلوس بقدر ما انت بتتضايق انه انت حاسس ان انت مضحوك عليك يعني. دي بتبقى مزعجه شويه. تمر الشهور والايام، وبعدين ابقى قاعد مع حد في برودكشن هاوس ويقترح انه ما نعملش ليه المرحلة معينة كده، عشان ما يبقاش الموضوع واضح قوي يعني، مرحلة معينة كده في العملية الانتاجية اللي ما نعملهاش في المكان ده. فانا بكل هدوء قلت له والله انا ما عنديش اي مشكلة، ولكن المكان ده فيه 1 2 3 4 وده مش مناسب. كان ساعتها العائد اللي هيدخله من الشغلانة دي حوالي من 90 ل 120 ألف جنيه، واللي كان لا يقارن بالمبلغ الزهيد أو البسيط اللي كان ليا. طيب النتيجة النهائية اللي حصلت إيه؟ إنه خسر حوالي 100 ألف جنيه كانوا ممكن يدخلوا له في المكان ده. ليه؟ لأنه ما احترمش الصغير اللي قدامه. هو قيم الموضوع إن ده عيل صغير وهيرضى باللي موجود. كان وقتها كلمني او قبلها بفترة كان كلمني، وده اللي كان مخليني محتقن اكتر. حد من المكان ده كان كلمني وبعدين طالب مني شغل، وده شيء انا ادهشني في درجة بجحته. يعني تخيل كده، انا بقى اللي انت بتسمع دلوقتي انا بقى ضاحك عليك ومش مديلك فلوسك واكلمك تعمل لي شغل، واحنا ولا في عشم يعني ولا في اي حاجة، بالعكس احنا ضاربين بعض بالجزم. فبقول له طيب انا ما عنديش مشكلة، بس استأذنك انه انا عاوز بس مستحقاتي القديمة الاول ونخلص نقفل الحسابات دي ونقعد نتكلم في الشغلانة الجديدة. ده رد عليا اكتر رد مدهش بالنسبة لي لحد النهاردة. فكان بيقول لي هو انت محتاج الفلوس ليه؟ مش انت كده كده شغال؟ فانا مش يعني انا فضلت عاجز، ولحد النهارده انا مش عارف الرد المناسب ايه، من كتر ما اللي بيتقال وضيع وحقير قوي يعني. ففي ناس عندها ده، والموضوع بياخد بقى اشكال كتيرة. تلاقي مثلا الراجل السكري اللي بيعمل الاسلوب ده، تلاقيه بالليل قاعد بينقط وقاعد منزل ستوريز بيستفزك فيها، تحس ان هو بيضايقك، او جايب عربية، او ما بيردش عليك خالص، او مسافر بره. وفي فئة على الجال اخرى تلاقيها بتتعامل معاك بمنطق متدين جدا وقال الله وقال الرسول، وتلاقي الموضوع بيجي عند فلوسك تقريبا الصفحة اللي فيها حديث اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، دي تقريبا كانت مقطوعة من نسخة البخاري اللي عنده، يعني مش عارف تقريبا كانت مش موجودة او حاجة كده. فده نوع برضو مزعج. في نوع بالنسبة له بيبقى مش مدرك انه الرقم ده انت محتاجه، يعني انت محتاجه ليه. وبالذات بقى في الفترة الأخيرة سخافة الموضوع ده بقت فيه انه للأسف الشديد، انت لو انا وليكن يعني مثلا ليه 5000 جنيه عندك في شهر ابريل، انت جيت اديتهم لي في شهر نوفمبر، انت اديتهم لي ناقصين بالضرورة، لان انت فضلت مخليهم عندك لحد ما قيمتهم ما بقتش تعمل حاجة، او اللي انا كنت عاوز اعمله ما بقتش هعرف اعمله بالوضع ده او بالطريقة اللي انت حطتني فيها دلوقتي. انا اكتر شغلانة افتكر انه قد ايه كان الموضوع ماشي فيها باحترام وبشياكة وبنظافة وبطريقة جميلة، كانت سبحان الله جمعية خيرية عاملينها شوية شباب. وانا وقتها كان قلت لهم طب انا مفيش اي مشكلة، احنا المقابل اللي هناخده هيبقى مقابل زهيد جدا، وهو بس هيبقى تكلفة المعدات والشغل على الحاجة يعني. انا ما افتكرش انه انا عدى عليا اي شغلانة تانية كنت بقول للي قدامي والله المبلغ ده هنشتغل بيه، هو ما يناقشنيش خالص، تمام اوكي المبلغ كذا، انت هتاخد نسبة كذا، هتاخد دفعة، قمة في الاحترام، وهم يعتبروا حاجة غير ربحية. ومر بعد كده وعملت حاجات لأماكن ربحية لظروف ما، عملتها حتى مبالغ أقل، ولكن
تلاقيه بيطلع عينك وايمانك عشان تاخد حقك. من ضمن الناس اللي كنت يعني قعدت كده اتكلمت مع حد منهم بشكل مباشر، فبقول له على موضوع الفلوس وبتاع، فبيقول لي هو ليه مفيش ولاء كده؟ قلت له بص اقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي وبعيدا عن اي حاجه يعني انا راجل متجوز، بس خليني اقول لك ظروفي، انا راجل متجوز وعندي التزامات وعندي اقساط وعندي ايجار وعندي كهرباء وعندي ميه وعندي غاز وعندي. قلت له يوم واحد في الشهر انا بدفع ايجاري، لو انا معيش الفلوس هل انا هروح اقول لصاحب الشقه انه معلش اصلا انا عندي ولاء للمكان ده فمش هقدر ادفع؟ قلت له ساعتها يرميني انا ولاء بره. تمام، منطقي. فدي نقطه انا عارف ان هي بديهيه، بس للاسف يعني اللي قدامك، ودي من الحاجات يعني كانت المنطلق الاول ان انا افكر في الموضوع. يا جماعه الخير ارجوكم ما تضطروش الشخص اللي قدامكم انه يطالب بحقه على قد ما تقدروا يا سيدي. حتى لو الفلوس هتتأخر، كلنا بنتعرض لظروف وفي حاجات بتبقى خارجة عن ارادتنا. المواجهة، انه الواحد يبقى راجل في كلمته، يقولك والله انا متفق معاك على المبلغ ده، بس انا معلش الفترة دي في ظروف، فمعلش اعذرني في كذا. ده على فكرة لو هو حقيقي بيزيد من المصداقية بتاعتك عنده. ولا هي المفترض انه هي ولا اول شغلانة ولا اخر شغلانة والدنيا ضيقة والوشوش هتتلاقى. مش حلو خالص انه احنا نتقابل بعد كده في مكان وابقى عارف ان انا مدينك. انت مش هتبقى مبسوط. انت تقدر انه قبل ما ميعاد تسليم الفلوس تبقى انت واضح، تكلم، انت كلمت حد دلوقتي، ايوه يا فلان احنا هنعمل كذا كذا، ويوم كذا هتاخد كذا، ويوم كذا هديلك كذا، والله الحاجة اتأخرت فتمام، تقدر ان انت تابديتم بحيث انه انت ما تضطروش انه يطالب بده. تمام. وبالذات طبعا ده يعني حق طول الوقت، ولكن بالتحديد في الفترة دي هي فترة قاسية جدا، وكل حد يقدر انه يسهل حياة حد يا ريت انه يعمل ده، لانه الفترة دي الكل على فكرة عنده تحديات، كل بشكل حياته وبشكل التزاماته. فما تضطرش اللي قدامك انه يحس بإحراج ويقعد يفكر 1000 مرة، طب هل ابعت له على الواتساب، طب هل اكلمه في التليفون، طب انا اقول له طب انا محتاج اقعد معاك عشان اكد عليه ان انا هاخد فلوسي في الوقت الفلاني. ما تسيبش اللي قدامك، وبالاخص لو هو مبدع، لانه لو طول ما هو ايده بتترعش ودماغه بترف مش هيقدر انه يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها. ده يمكن كان المنطلق بتاع كلامي او تفكيري في موضوع حلقة الفلوس دي عامة. هذا ما تيسر لنا قوله فيها على مدار حلقتين. اتمنى انه الحلقة تكون عجبت حضراتكم، اتمنى انها كانت مفيدة قدر الامكان. حاولت ان انا اجمع فيها على قد ما اقدر الافكار والاسئلة اللي ممكن تكون بتطرح في الموضوع ده. ياريت تكون عجبتكم، ياريت تكون مفيدة، ولو عجبتكم ومفيدة تقدروا ان انتوا تدعمونا بلايك، تشتركوا في المنصة اللي حضراتكم بتسمعونا عليها. تقدروا ان انتوا تتواصلوا معانا، هتلاقوا اللينكس بتاعت السوشيال ميديا موجودة تحت، وتفعلوا النوتيفيكيشن بيل او زرار النوتيفيكيشن بحيث انه الحلقات الجديدة تجيلكم اول باول. وانتظرونا باذن الله الحلقة الجاية الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.